السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة هوات الخواتات مع أمينة. كنتمنى تكونوا بألف صحة وعافية يا رب. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو اليوم غادي نوجد معكم فيه بايلا الإسبانية بفواكه البحر اللي كتجي لذيذة بزاف، أكيد بطريقة بسيطة وسهلة غادي نوجدوها. خليكم مع المكونات، طريقة التحضير، وما تنساونيش بواحد لايك، بارطاجيو الفيديو مع الأهل والأصدقاء، وندوزو لمكونات الوصفة. بسم الله على بركة الله. غادي ناخذ المكونات والطريقه في نفس الوقت. خديت هنايا مقله اللي تكون انا استعملت غير المقله الثقيله ديال الخبز. نتوما الا كانت موفره عندكم المقله ديال البايلا ممكن انكم ديروها او لا في الطاجين، كيبقى لكم الاختيار. خديت هنايا واحد الحبه ديال البصله تكون متوسطه، 3 ديال الفصوص ديال الثومه اللي محكوكين، وزدت عليهم شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الزيت الروميه مخلطين، وغادي نشحر فيهم هاد البصله والثومه مزيان، والزيت تكون شويه زايده لحقاش غادي نشحروا فيها الخضره اللي عندنا كامله. من بعد هنايا خديت فلفله حمراء، فلفله خضراء، وخيزوه وحده، وشويه ديال الجلبانه اللي كانت عندي هذه في المجمد، وقطعت كيف كتشوفوا معايا الفلفله راها مقطعه مربعات هي والخيزو وهذيك جلبانه. وغادي نشحر هادشي كله مزيان مزيان في هذيك الزويته اللي كانت فيها البصله اللي دبلات ليا البصله كيف شفتوا معايا، راه خليت البصله حتى دبلات، عاد فزت عليها هاد الخضر وشحرتهم. من بعد خديت هنايا كميه ديال فواكه البحر، عندي فيها انايا خديت شاصيه مخلطه فيها كل شيء، فيها شويه ديال فيها الكروفيت والكرامار والسوريمي وشويه ديال البوزروك وشويه ديال السيبيا. وانتم غتاخذوا اي حوت متوفر عندكم او اي فواكه البحر متوفر عندكم. وانا راني زدت كميه ديال الكروفيت لحقاش هذيك الشاصيه كيكون مخلط فيها ما كيكونش فيها كميه كثيره ديال الكروفيت. المهم انا زدت هنايا الكميه ديال الكروفيت، تقريبا درت هنايا واحد 500 غرام ديال هاد الفواكه البحر. نتوما غديروا على حساب الكميه اللي عندكم وعلى حساب افراد الاسره اللي عندكم. المهم غادي نخلط هذا الشيء كله مزيان ونشحر هذاك الحوت مزيان شويه في هذيك الزويته. من بعد غادي نضيف عليها واحد زلافه ديال الروز، انا ضفتها وما عرفتش كيفاش المقطع ديال مني بديت كنزيد في الروز تقطع عليا. المهم زدت هنايا زلافه ديال الروز، وانتم كيف قلت لكم غادي ديروا هذا الشيء كله على حساب افراد الاسره ديالكم وعلى حساب الناس اللي غادي ياكلوا معكم هاد الطيله. انا خديت هنايا زلافه ديال الروز وحتى هي كنشحرها في هذاك الزيت البلديه وزيت الروميه، علاش انا قلت لكم ديروا كميه شويه زايده ديال الزيت باش هكا غنشحروا فيها هاد الخضر والحوت، وكذلك غادي نشحروا فيها حتى الروز. من بعد غادي نمرق دابا. خديت هنايا هذوك القشور ديال الكروفيت اللي استعملت، خديت القشور ديالو لحقاش كيف قلت لكم انا زدت كميه ديال الكروفيت، خديته بقشورو وقشرته. وهذوك القشور هما اللي سلقتهم في شويه ديال الماء معاه جوج ورقات ديال سيدنا موسى والحامض. ومن بعد ما تسلقوا ليا صفيت الماء هو اللي غادي نمرق به هاد البايله ديالنا. من بعد هنايا غادي نبدا نضيف في العطريه اولا في التوابل اللي احتاجيت. هنايا 2 معالق ديال القزبره ومعدنوس اللي مقطعين، معلقه كبيره ديال صوص الصوجا، انا خديت هنايا صوص الصوجا الثقيله، كيبقى لكم الاختيار الا خديتو ديك الخفيفه ديروا 2 معالق، انا درت هنا معلقه كبيره. من بعد غادي نزيد عليهم كاس ديال صوص طوماط، نتوما استعملوا اي صوص طوماط عندكم او حكوا مطيشه اللي متوفر عندكم. انا خديت هنايا صوص طوماط جاهزه، وزدت واحد شويه الملحه. راني غتشوفوني درتو مع صوص الصوجا شويه فقط لحقاش عندنا صوص الصوجا كتكون مالحه، زيدوا غير شويه، والحوت راه كنعرفوا انه مالح. من بعد زدت 2 وريقات ديال سيدنا موسى، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي عرق اللي مطحون، نص معلقه صغيره ديال الابزار، وغادي نزيد كذلك نص معلقه صغيره ديال السكينجبير. غادي نضيف ليهم نص معلقه صغيره ديال التحميره، وغادي نضيف واحد معلقه صغيره عامره ديال العطريه ديال الحوت اللي هي هذه. الا ما كانتش متوفره عندكم عوضوها يا اما بالعطريه ديال البايله، ولا كانت حتى هي ما متوفراش ديروا ضويمه ديال بنكهه الحوت، ضويمه البنه بنكهه الحوت. كيف قلت لكم درت التحميره، وغادي ندير نص معلقه صغيره ديال الكمون، وغادي نخلط وعصره، عفوا نسيت عصره ديال الحامض اولا نص حامضه معصره. غتشوفوني انا غنعصرها كيف شفتوا معايا، عصره ديال الحامض. وغادي نزيد عليهم نص ضويمه ديال الزعفران. كيف شفتوا راني ضفتو نص بويمه الزعفران، اولا ممكن تعوضوه وتاخذوا شويه ديال الزعفران، شعيرات ديال الزعفران، وديروهم في واحد نص كاس ديال الماء وتخليوه حتى يطلق وتمرقوا به. انا ما نتوفرش عندي الزعفران حر، فقط استعملت غير هاد الضويمه الزعفران. غادي نخلط هاد المكونات كلها مع هذيك الخضر وهذاك فواكه البحر مزيان مزيان حتى كتلبس ليا هاد الفواكه البحر والخضر بهذاك العطريه اللي عندي.
كتجي هاد البايله بعدا كتجي لذيذه بزاف وكتجي احسن من الجاهزه. بالنسبه للناس اللي كياخذوها موجوده راه كتجي احسن من هذيك اللي طايبه على برا. شي حاجه موجوده في الدار اللي كتبقى دائما لذيذه بزاف. المهم غادي نخلط هاد المكونات كلها، وكيف شفتوا معايا راني مرقت بهذاك الماء ديال القشور ديال الكروفيت هو اللي غادي نمرق به، وغادي نعاود نزيد نمرق واحد شويه. بالنسبه للروز كيف قلت لكم انا درت زلافه ديال الروز، وانتم غديروا على حساب الافراد ديال الاسره ديالكم. والمرقه راه كنبقاو كنضيفوا بحال هكا فوق ما يبان لينا الروز نشف كنزيدوا شويه ديال المرق. انا دابا غادي نزين الوجه ديالها. عندي هنايا الكروفيت طري كيف شفتوا معايا بالقشور ديالو، غادي نزوق به الوجه ديال البايله. بالنسبه لطريقه التزيين كتبقى على حساب الاختيار ديالكم وانتم وداكشي اللي متوفر عندكم. ممكن تخليو غير شويه من هذوك فواكه البحر وتزوقوا بها الوجه، اولا تخليوها بحال هكاك. كيبقى لكم كامل الاختيار في داكشي اللي بغيتو تزينوا به. انا زينتها بحال هكا بهاد الكروفيت بقشور ديالو، وغادي ندير لها واحد شويه ديال الفلفله، واحد طريفات ديال الفلفله بحال هكا طويوله. وغيكون هذا هو التزيين. غادي نمرق عليها من هذاك الماء ديال الكروفيت كيف قلت لكم. غادي نضيف شويه فين يطيب ليا هذا الروز. بالنسبه للماء او المرقه غادي تكون فايته الروز بواحد سنتيم. كتشوفوا معايا انا عندي المقله صغيره، ولكن غادي ندير المرقه غادي تفوت ليا الروز باش هكا غادي يطيب ليا الروز فيها مزيان وبلا ما ينشف ليا بزاف. شفتوا معايا انا هنا مرقت وغطيت هاد المقله ديالي وخليتها كطيب على خاطرها، ونخليوها كيف قلت لكم طيب على خاطرها. كي شفتوا معايا انا زوقتها هنا بالفلفله. وبالنسبه للحامض غنخليها حتى كطيب عاد غنزوقها بها، وغادي نغطيو عليها ونخليوها حتى كطيب على خاطرها. ما كتاخذش وقت بزاف، تقريبا واحد نصف ساعه او لا اقل. غير كيبان لينا الروز تشرب ولا طري طاب وصافي كنقدموه بالصحه والراحه. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البايله اللي بفواكه البحر وكتجي لذيذه 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 بزاف. طابت ووجدات كيف كتشوفوا معايا كتجي معلكه ولذيذه، وهذاك الروز كيجي حبه على حبه كيجي مفرك ما كيجيش معجن، كيجي رائع بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتخليو لي ارائكم في التعليقات. اي سؤال اي استفسار كيف قلت لكم خليو لي في التعاليق، وانا غادي نوريكم الروز كيف كيجي معلك وحبه على حبه ما كيتعجن ما والو. كيطيب على خاطرو كيف قلت لكم ما كتاخذش وقت طويل نهائيا، تقريبا واحد نص ساعه وكتكون واجده معكم اللي كتجي رائعه. كيف كنقول لكم دائما ما تنسونيش من واحد لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي. كنشكركم بزاف بزاف على حسن المشاهده. اي سؤال اي استفسار خليوه لي في التعليقات واكيد غادي نجاوبكم عليه. وكيكون هذا الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. نتمنى انكم تجربوها وتنسونيش من واحد لايك. استودعكم الله والى فيديو قادم. دمتم في رعايه الله وشكرا على حسن المشاهده. سلامه.